ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 من الفيديو اللي فات. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا. عندنا النهاردة جولة حماسية من الدرجة الأولى، تنظيف وتشجيع. بصوا مروقة عليكم والله العظيم النهاردة. فيلا بينا. قومي يلا معايا، لو وراكي شغل في البيت قومي يلا افتح الفيديو واستلي فيه وانتي بتروقي البيت. ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل في الموضوع على طول. الحقيقة إن أنا النهاردة كنت حاطة خطة، مش من النهاردة بصراحة، أنا حاطة الخطة من يوم الخميس اللي فات. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم علشان أنا بدأت أنظف تنظيفات الشتاء. هصلي والله يا جدعان. ليه بدأت دلوقتي مش عارفة بصراحة، بس أنا حسيت فجأة ان البيت كله مليان تراب. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم والله العظيم مش عارفه يا جماعه، بس انا حاسه بجد. يعني كنت بروق طبيعي جدا يوم الاربعاء، فجأة حسيت ان البيت مليان تراب، حسيت ان البيت من جواه مش نظيف. فاهمين انتوا الاحساس ده؟ ان هو من الوش برتبه وكل حاجه، بس حسيت ان من جواه لا، مليان تراب. فقلت لا، لازم نبدأ بقى التنظيفات علشان ايه الموضوع ما يصعبش علينا اكتر. اول حاجه عملتها يوم الخميس، حطيت خطه لنفسي كده في دماغي وبدات امشي عليها. هتقولي لي ايه الخطه دي؟ قررت ان انا ما احطش كل حاجه فوق بعضها وابهدل البيت مره واحده عشان ما يتكركبش فوق دماغي وبعدين اقعد اعيط واصوت. تمام، انا بعيط وبصوت دلوقتي عادي برضه، بس مش مشكله. المهم ان احنا حاطين خطه، ما علينا. إيه عملت ايه يوم الخميس؟ اللهم صل على النبي. عملت ايه يوم الخميس؟ انا يوم الخميس مسكت اوضه النوم كلها، عملتها ونظفتها. شلت الهدوم، انا بحط هدوم الشتوي تحت السراير. تمام، هنا الحاجات اللي انا بطلعها من تحت السرير دي يا جماعه لعب الاطفال اللي انا متجوزه بيها. تمام، اللي هي الدباديب والعرايس والحاجات دي. فبصراحة أنا بخاف منهم أحطهم في البيت، وهي طبعا حاجة مش حلوة، حاجة حرام إن احنا نحطهم في البيت. فأنا رميهم تحت السرير، مستخسرة ارميهم فرميهم تحت السرير. المهم ما علينا، خلونا نكمل كلامنا. اول حاجه مسكت اوضه النوم نضفتها تنظيفه عميقه بنت لذينه والله العظيم، وطلعت المراتب في الشمس. بصوا روقت على اوضه النوم. انا ببدا بيها لان اوضه النوم عندي واسعه قوي، فبتطلع روحي وعيني. فببدا بيها اول حاجه في الشقه خالص عشان ابقى خلصت من اصعب حاجه في الشقه. تمام، حتى الحيطان بتاعتها مسحتها. انا عملت فيها كل حاجه الحمد لله وظبطتها يوم الخميس وقفلتها. وشلت كل الستاير بتاعه البيت كله. ليه بقى شلت كل الستاير بتاعه البيت كله؟ شلت كل الستاير بتاعه البيت كله عشان انا عارفه ان انا هبدا تنظيفات. ف كالعاده احنا لما بنيجي مثلا نعمل تنظيفه تقيله او حاجه، او تنظيفه الشتاء، تنظيفه المدارس، تنظيفه العيد، بنبدأ بأول حاجة ايه؟ ان احنا بنبدأ ننضف ونشيل الستاير والبراءة. اول حاجة اللي عايزة تتغسل بنغسلها ونسيبها لحد ما تنشف، نكون احنا نضفنا وتاني يوم بنفرشها. فانا فكرت فكرة ذكية، قلت لا انا مش هعمل كده، مش هقعد البخ نفسي كل شوية. انا عايزة الأوضة اللي اخلصها اقفلها وما عدتش افتحها تاني. ففكرت في الفكرة دي، طلعت حلوة بصراحة ونجحت معايا. شلت كل الستاير بتاعة البيت كلها يوم الخميس من قبل ما ابدا اي تنظيفات. تمام، شلت كل الستاير بتاعه البيت كله وقمت غسلاها. والستاير يا جماعه بتاخدش وقت، هي بتتغسل في الغساله وبتنشف في نفس اليوم يعتبر. وسبتهم زي ما هما. قلت كل ما هنضف اوضه هعلق الستاير بتاعتها. هنا هم انا كنت هما كانوا ناشفين الحمد لله، وهنا كنت قاعده بركب لهم الدبابيس بتاعتهم عشان هطلع اعلقهم. فاهمين الفكره؟ يعني بدل ما تشيليهم وتغسليهم وتحطهم على الحبل وانت نضفتي الاوضه اصلا، هتحسي ان انت لسه ما نضفتهاش مادامك ما حطيتيش الستاير. فانا فكرت ان انا لا، اغسل الستاير الاول وبعد كده وانا بنضف الاوضه افرشها عشان تبقى الاوضه كلها اتفرشت. هنا انا كنت تعبت من الوقفه فقعدت تاني، مش مشكله عادي. المهم بس فجبت بقى الستاير وقعدت اعلق فيها ونفضت البراءة. الحقيقة ان انا جه عليا فترة سنة من السنين يعني، فكيت كل البراءة بتاعتي يا جماعة وغسلتها مع الستاير. بس بصراحة الوضع كان متعب قوي، حتى برقع الصالون انا كنت فكيته وغسلته، بس بيبقى صعب قوي 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 بصراحة.
الحمد لله أنا عندي البراقع هنا كانت السنة دي نضيفة مش محتاجة إن هي تتغسل، فما غسلتهاش، هو كان على قد الستاير لإن أنا الستاير بتاعتي شيفون وفاتحة، فبتلم تراب بطريقة مش طبيعية. مش عارفة شقتي ليه يا جماعة بتلم تراب بطريقة وحشة أوي، والله العظيم وحشة أوي 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 بصراحة. البيت مهما انضف فيه بيتملى تراب، بس هو أنا السبب لإن أنا بافتح الشقة كلها يوميًا، فأنا السبب في كده بصراحة. بس هنا بقى أنا كنت بدأت اليوم بإيه، غسلت أول حاجة، اللهم صل على النبي، غسلت أول حاجة هدوم ونشرتها. أنا قُلت لكم قبل كده إن أنا بابدأ بالحاجة اللي أنا ما باحبهاش في بداية اليوم، ف استغليت إن النهارده السبت، ابني مش رايح الحضانة، ما فيش ورانا أي حاجة، فبدأت النهارده قُلت كمان هاخلّص أوضة الأطفال عشان ما عادش يبقى ورايا غير حتّة بتاعة بس الصالة، اللي هو السفرة والصالون والأنتريه، وأبقى خلّصتهم. والحمامات هاعملها مع نفسي، وكده، كده المطبخ أنا لسه عاملاه الحمد لله الأسبوع اللي فات، وعملت السلِّم والبلكونتين نضاف بصراحة، فمش خلاص هو أنا بالنسبة لي دلوقتي ما عادليش غير الصالة، وأنا فارشة السجاد، فالموضوع هادي كده ومش تعبة، حاسة إن الدنيا مش متكركبة عليَّ. فعشان ما اكركبهاش أكتر عملت إيه النهارده، قُمت روّقت البيت طبيعي جدًا، جدًا زي ما بيّنت لكم أول الفيديو، روّقت البيت طبيعي جدًا زي ما باروّقه كل يوم، وغسلت مواعيني وعملت الغدا بتاعي وقعدت ارتحت شوية وخلّصت اللي ورايا وتمام، واستنيت لبليل لمّا جوزي إجا، ودخلت أنا بقى مع نفسي قعدت رواق في الأوضة، أخدت فيها ساعتين، بس نضّفتها تنضيفة محترمة. ما حسيتش بتعب أول حاجة، وفي نفس الوقت ما حسيتش إن اليوم ضاع مني في تنضيف الأوضة. وبالمناسبة أنا كمان طلعت الشتوي من هنا، يعني أنا السرير اللي أنا كنت فاتحاه في الأول وبنضفه ده ما كانش فيه الشتوي، السرير اللي جنبه هو اللي كان فيه الشتوي. السرير اللي أنا كنت فاتحاه دوت فيه ألعاب وفيه شوية مخدات من بتوع جوازي أنا حطاهم تحته، تمام. فالسرير التاني بقى كان فيه هدوم الأطفال بتاعة الشتا، بس طبعا مطلعتهاش لأن المنظر ما كانش محترم خالص. المنظر كان صعب أوي 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 بصراحة، بس الحمد لله يعني جوزي ساعدني فيهم، ربنا يبارك له والله، ساعدني فيهم بصراحة. فاليوم عدى كده سهل وبسرعة، ليه؟ عشان ايه؟ عشان انا مسهلاه في دماغي، مع ان انا تعبت والله، اتشليت في الترويقة دي، بس قلت مش مشكلة، قاعدة ابسطها على نفسي واخدة الموضوع بهدوء وبعمل الحاجة براحتي، وما روقتش الأوضة غير لما ولادي ناموا عشان ما اتعصبش. يا جماعة أنا واحدة والله العظيم بتعصب أوي 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 في التنظيفات لو عيالي صاحيين، ما بيسيبونيش في حالي. مش عارفة أنا لوحدي ولا كلكم كده. أنا هنا كنت بتكلم مع جوزي، إيه، مش عارفة أنا لوحدي ولا انتوا كلكم كده بجد. أنا لما بكون قاعدة بروق أي حاجة في البيت أو حتى بطبخ، ما بحبش حد يكون جنبي بالذات في المطبخ. يعني أنا لو واقفة بطبخ في المطبخ والله العظيم والله العظيم ودخلوا عليا أنا ببوظ الأكل، أقسم بالله. والله العظيم أنا عندي باب المطبخ لازم يكون مقفول وأنا بطبخ، محبش حد أبدا أبدا يقف معايا في المطبخ أو في العموم. حد يقف جنبي وأنا باروّق، ما باحبش، باحس إن أنا باتلبخ ومانيش مرتاحة، مش في وضعي. مش عارفة أنتم كده والّا أنا بس اللي كده والّا ده مرض نفسي. والله العظيم ما عارفة، بس الحمد لله يعني بتمشي، بتمشي. النهارده يا جماعة والله العظيم أنا عملت شوية مكرونة محترمين، والله العظيم محترمين. أنا مش من محبين المكرونة، أنا عندي جوزي وعيالي بيعشقوا حاجة اسمها مكرونة، فأنا يعني حارماهم منها لأن أنا ما باحبهاش. أنا طبيعي من وأنا صغيرة ما باحبش حاجة اسمها مكرونة بدمعة دي أبدًا، يعني أو هي ما بتحبنيش، حرام أقول هي أنا ما باحبهاش، حرام. هي ما بتحبنيش والله العظيم، في ما بيني وما بينها عداوة، بس لمّا باكون سالكة وباسلك كده وباصفي نيتي باعملها حلوة والله العظيم. لكن لو مش طايقة إن أنا آكلها أو مش مشتهياها النهارده، بس جوزي جابرني إن أنا أعملها، باعملها وبتطلع لا إله إلا الله. والله العظيم بانسى أمّا بييجي ياكلها وأنا مثلًا مش صافية نيّتي ومش عاملاها حلو، بيقول لي: "أنتِ لمّا بتصفي نيّتِك من حاجة بتعمليها مضبوطة، لكن لو الله أكبر ما أنتيش عايزة تعمليها الحاجة من إيدِك ما تتاكلش." ودي حقيقة والله العظيم. أنتم كده برضه؟ مش عارفة ليه الأكل اللي أنا باحبه باعمله حلو أوي، 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 لكن ما دام ما باحبوش بيتهيأ لي كل الستات كده والله، مانيش عارفة
بصراحة مش عارفة، بس بيتهيأ لي كل الستات كده، أصل أنتِ معنى إن أنتِ بتحبي الأكل، أكل كده هتعمليه بنِفس كده عشان عارفة إن أنتِ بتحبيه فهتحبي تاكليه، لكن لو ما بتحبوش مش هتحبي تعمليه. بس النهارده حرام صعبوا عليَّ بصراحة، فعملت لهم والله العظيم مكرونة طلعت جامدة وحياة ربنا، ما صورتها لكمش أوي لإن اليوم النهارده كان مليان تنضيفات، وما كنتش عايزة أعصب نفسي وكمان معايا تصوير، فبُصّوا كنت آخدة كده كل حاجة بالراحة وبهدوء وهدي يا لمياء، والحمد لله برضه النهارده ذاكرت لحمزة ابني، فالحمد لله النهارده اليوم أنا كده راضية عن نفسي بصراحة النهارده، الحمد لله. بس هنا بقى أنا كنت نضّفت الأوضة وخلّصتها، وطبعًا الشتوي طلّعته ورصّصته في الدولاب بتاع الأطفال، وعينته الصيفي بس سِبت للولاد شوية هدوم صغيّرين بس في البيت صيفي علشان لسه الجو برضه ما سقّعش أوي، دولي بقى أمّا الدنيا بقت تسقّع أوي هاقوم إيه، لمّاهم كده في شنطة واحدة وخلاص بقى أنعينهم بقى، والحمد لله الأوضة هنا بقت زي الفل، شجعوني يا جماعة، والله العظيم أنا أستاهل التصفيق ولايك كبير منكم، واشتراك في القناة، يا جماعة 3/4 الناس اللي بتتفرج عليَّ مش مشتركة في القناة، اشتركي في القناة بعد إذنك عشان تبقي من عيلتي، ونتنوّر كده ونتشرّف كده ببعض، وهنا خلاص الفيديو خلص، لو عجبكم اضغطوا له لايك واستناكم الفيديو الجاي، مع السلامة حبايب قلبي.